من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تكريت. أهلا بكم. حيث تواصل الكوادر الإدارية والفنية وتحت إشراف مباشر من مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم الجبوري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مستشفى تكريت التعليمي في غضون 8 أسابيع بعد وصول أغلب المعدات والمستلزمات الطبية المتطورة. وفي السياق قال مدير عام صحة المحافظة أن الخطوات وصلت إلى مراحلها النهائية وستكون المستشفى جاهزة لاستقبال المرضى في بداية آذار المقبل، وبما يمثل إنجاز متقدما جدا في الخدمات والعلاجات المتطورة. اليوم تجولنا في المستشفى برفقة إدارة المستشفى والأخوان المتواجدين. نسبة الإنجاز وصلت إلى 80%. أغلب الأجهزة جهزت إلى هذه المستشفى مثل ما رأيتوها. راح يكون هناك يعني وتيرة عمل متواصلة خلال هذه الأيام المقبلة، وراح يكون يعني تنصيب للأجهزة المتبقية التي لم تنصب لحد الآن. هناك كوادر بأعداد كافية تم إصدار أمر بنقلها إلى هذه المؤسسة ليتم مباشرتها في هذه المؤسسة. الموعد يعني المفترض لافتتاح هذه المستشفى، مستشفى تكريت التعليمي، سيكون كما قرر دولة رئيس الوزراء، وهو بداية شهر آذار، أي أنه من